يوم وفاة سلفتي وهي على خشبة الغسل وبنغسلها، بنبص لقينا بيخرج من فمها حاجة غريبة، بيخرج من فمها الغائط، لدرجة كلنا كنا في حالة ذهول، وكل ما نغسلها يخرج تاني من فمها. الناس كلها بقت مستغربة جدا، لدرجة ان اغلبيتهم سابوا الغسل وخرجوا بره، واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل ده. ولما عرفنا السبب كلنا كنا في حالة صدمة، ودي المشكلة اللي معانا النهاردة. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل وليه كان بيخرج من فمها كده، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات تحت. ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. وصاحبة مشكلة النهاردة بتحكي وبتقول: انا عمري 27 سنة، متجوزة من حوالي سنتين بالظبط. قبل ما اتجوز جوزي في فترة الخطوبة انا عرفت ان انا هعيش في بيت عيلة، وان هو ليه 3 رجالة اكبر منه ومتجوزين وعايشين في نفس البيت، وليه اخت بنت لكن متجوزة وعايشة بره. طبعا لما عرفت حاجة زي كده وعرفت من كلامه ان هما دايما بيبقوا متجمعين تحته، والحياة اغلبيتها بتبقى تحت عند حماتي والكلام ده، لان حماية المتوفي. طبعا ساعتها ما حبيتش حاجة زي كده، وشرطت عليه في فترة الخطوبة ان الخطوبة دي هتكمل، لكن بشرط واحد، بشرط اننا لما نتجوز انا هبقى في عيشتي وفي حالي وحياتي الشخصية، لكن حتة نزول تحت دي مش هتبقى موجودة، غير مثلا او نازلة اقعد معاهم شوية، نازلة مثلا اشوف حاجة كده، لكن ان انا اتعامل تحت وان انا عيشتي كلها تبقى تحت، لا. طبعا ساعتها قال لي خلاص تمام براحتك واللي انت شايفاه. قلت له الكلام ده حلو، ده وعد منك انك هتخليني عايشة في عيشة لوحدي، مش كلام وخلاص ويجي بعد الجواز نلاقي كلام تاني. قال لي لا ما تقلقيش، انا مش من نوعية الرجالة دي، وبكرة يا ستي هتعاشريني وتعرفي. المهم اتجوزنا فعلا، ومن اول يوم وانا عامله حدود مع الكل وبتعامل بما يرضي الله. يعني مش عامله حدود اللي هو بتعامل وحش او واخده جنب منهم او بتكلم معاهم بطريقه مش حلوه، لا، بتعامل بحدود بما يرضي الله. المهم طبعا كانوا معايا 3 سلايف في نفس البيت، وكانوا كلهم يوميا بينزلوا من اول النهار هم وعيالهم تحت، ما يطلعوش غير اخر النهار. طبعا حماتي سابتني اول اسبوع والتاني والتالت وشهر عدى، وابتدت تتكلم مع جوزي ان انا انزل زي سلايفي تحت واتعامل معاهم اكل وشرب وكل حاجه، وكل العيشه تبقى تحت. طبعا ساعتها جوزي قال لها لا يا امي، زوجتي مش حابه حاجه زي كده، زوجتي حابه ان هي تكون في عيشه مستقله لوحدها والكلام ده. طبعا صوتها عالي عليه جدا، وانا كنت سامعه الصوت جدا فوق، وتقول له يعني ايه، يعني ايه يا اخويا، هي هتمشيك بمزاجها ولا ايه؟ يعني انت شريطها؟ انا ما كنتش متوقعه ان انا ما عرفتش اربي. وقعد تسمعه كلام كتير جدا، والصراحة هو كان ساكت وما بيردش عليه، وقال لها عن اذنك يا امي انا ماشي عشان ورايا شغل. الصراحه احترمته جدا انه ما ردش على والدته، واحترمته في نفس الوقت ان هو ما عملش مشكله معايا لما رجع. طبعا سلايفي ابتدوا ان هم كمان يتمردوا، وان هو ازاي قاعده لوحدها فوق، واشمعنى ما بتنزلش تساعدنا ليه، هي على ايديها نقش الحنه ولا ايه، والمفروض ان احنا كلنا هنا سواسيه وكل واحد زي التاني، يا اما كده يا اما احنا كمان نعيش في عيشه مستقله زيها. طبعا بعدها كام يوم حماتي اتكلمت مع جوزي في نفس الحوار، وقالت لي انت هتعمل لي مشكله هنا بين السلايف، كل واحده يا حبيبي بتبص للتانيه، مراتك مش هتبقى زيهم ولا ايه، ولا هي غيرهم، ولا هي ناسيه نفسها، هي فاكره نفسها بنت مين ان شاء الله. جوزي برضو ما ردش عليها وقال لها يا امي كل واحد حر في حياته، وانا الصراحه حابب ان زوجتي تكون مستقله في شقتها، انا حابب حاجه زي كده، مش حابب تبقى عيشتي يعني تحت، امال انا متجوز ليه؟ المهم قعدت تقول طب يا اخويا انا ما كنتش متوقع ان هي هتلعب في دماغك قوي كده، لا اكون يا واد سحرلك ولا عامله لك حاجه، هي شكلك كده. المهم كان يسيبها ويطلع، وساعات الصراحه يعني كنت بحس ان هو يعني وشه متغير، وانه متضايق برضه من الكلام، وان تحس ان هي سيطرت عليه شويه. المهم كنت طبعا اسيبه لحد ما يهدى خالص،
وامتص غضبه واتكلم معاه بالراحه ولا اكن اي حاجه حصلت. والصراحه انا كنت ست ذكيه، لاني كنت واخده الموضوع ده من امي. كانت امي دايما تقول لي انت بايدك تكسبي جوزك، انت بايدك تمتص غضبه، خليكي بارده وخليكي هاديه ودايما اضحكي في وشه، والابتسامه في وشه في الداخله وفي الخارجه صدقيني هيبقى بيسمع كلام في كل حاجه وهيبقى كويس جدا معاكي وهيرضيكي. لكن هتخشي له ند بند وتكشري في وشه وامك قالت واختك عادت، صدقيني هتخسري جوزك وهيبقى طوع لامه. المهم فعلا كنت بقدر اكسبه ليا وفي صفي، والصراحه كنا مرتاحين جدا نفسيا. وكنت كل يوم اقوم على مشاكل كبيره جدا بين سلايفي وبعضهم، وساعات بين حماتي وسلايفي او واحده منهم. كنت اقول الحمد لله يا رب، الحمد لله ان انا بعيده عن الهم ده كله. الصراحه يعني كنت بسمع يعني طراطيش كلام، لكن ما كنتش بتدخل قوي، والصراحه كنت مرتاحه جدا نفسيا كده. ولما حملت وولدت خليت جوزي ان هو ياخدني عند والدتي اسبوع الولاده، ورجعت على بيتي تاني. وكنت بقوم بكل حاجه لوحدي، ما كنتش بطلب مساعده من اي حد، لا من سلايفي ولا من حماتي. وكنت بتعامل معاهم بحدود وبما يرضي الله، لكن كنت بحس منهم ان هم غيرانين جدا ان انا قدرت اعمل لنفسي شخصيه، وان انا قدرت ان انا استقل بحياتي. كان نفسهم ان هم يعملوا زيي، لكن بعد كام سنه من جوازهم ما كانش هينفع. عدت سنة، في التانية، في التالتة، المهم مشاكل كانت كل يوم بتزيد بين سلايفي، لحد ما في يوم لقيت جوزي جاي بيقول لي اخويا طلق مراته. قلت له طلق مراته ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لي مشكلة كبيرة جدا، وكان يعني شاكك فيها وكده، وان هي بتكلم ابن خالتها وعلى علاقة بابن خالتها وانفصلوا عن بعض. ربنا بقى يسهل لعبيده. قلت له ازاي الكلام ده؟ هي محترمة الصراحة، ما شفتش منها اي حاجة وحشة. طب ما تحاول ان انت تصلح ما بينهم وتشوف الموضوع. قال لي لا ماليش دعوة، هم احرار مع نفسهم. المهم بعديها بكام شهر لقيته برضو بيقول لي ان اخوه التاني انفصل عن زوجته. ليه؟ مشاكل كبير جدا، وان هي ساخطة على حياتها وبترد على امي الكلمة بكلمتها، وامي معرفش حباها والكلام ده، لحد ما حصلت مشكلة كبيرة ما بينهم وانفصلوا عن بعض. انا طبعا بقيت اضرب كف على كف ومش مصدقه اللي بيحصل. وقعد يقول لي الصراحه يا حبيبتي احنا مرتاحين جدا نفسيا، وكانت الفكره اللي انت قلتيها ان احنا نعتكف عن نفسنا وملناش دعوه بحد كانت احسن فكره. فعلا الاختلاط ده وحش جدا. قلت له مش قلت لك؟ على العموم انت زعلتني قوي وربنا يهدي الحال. المهم سلفتي التالتة اللي هي متجوزه اخوك الكبير دي، ايه اخبارهم هما كمان؟ قال لي لا دي بقى تحت رجل امي، وبتسمع كلام امي في كل حاجه، وامي بتسمع كلامها، والدنيا كويسه جدا ما بينهم. قلت له ربنا يهدي لهم الحال. المهم في يوم صحيت على صويت وصريخ رهيب جدا في البيت. ايه اللي حصل؟ اتاري اخت جوزي التالتة دي نامت وما قامتش، ماتت. جابوا طبعا الدكتور واكد ان هي توفت. طبعا كلنا كنا مستغربين وكنا في حالة حزن ما يعلم بها الا ربنا، وكنت زعلانة جدا ومتأثرة بوفاتها. المهم الصراحة انا اليوم ده ما سبتهمش خالص، وحبيت ان انا ادخل مع المغسلة واساعدها في غسل سلفتي. واول ما دخلت انا كنت مستغربه جدا، الدنيا كانت ماشيه تمام وكل حاجه، لكن ابتدت حاجات تنزل من فمها. كنت مستغربه، فلقيتني بقول للمغسله شوفي ايه اللي بينزل من فمها، احنا كنا قربنا نخلص غسل. قالت لي يا ساتر يا رب ايه ده؟ المهم الحاجات اللي بقت بتنزل من فمها بتزيد اكتر واكتر. طبعا كلنا كنا واقفين في حاله ذهول، ايه ده بينزل من فمها الغائط؟ احنا كلنا ما كناش فاهمين اي حاجة ولا ايه اللي بيحصل، وكل ما نخلص غسل نلاقي برضو بينزل من فمها تاني، وما كانش بينتهي خالص. كلنا تعبنا. وطبعا اغلبية الناس اللي كانوا واقفين بيساعدونا اغلبيتهم خرجوا بره وما حبوش ان هم يكملوا غسل، وكل واحد ماشي يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، ربنا يحسن ختامنا. واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل واللي بينزل من فمها كل ده. طبعا ساعتها حاولنا ان احنا نخلص الموضوع ونغسلها ونكفنها عشان ندفنها، وفعلا دفناها. واحنا في العزا لقيت سلايف الاتنين داخلين، والاتنين داخلين بيزعقوا وبيقولوا لحماتي في وشها انت فاكره ان احنا جايين نعزي؟ لا احنا مش جايين نعزي ولا حاجه، احنا جايين نشمت. فساعتها قلت لهم يا ساتر يا رب ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟
في شماتة في الموت؟ حرام عليكم، ده اللي مات يعني سلفتكم وعشرة عمر. قالوا لي عشرة عمر؟ اسكتي انت غلبانة، انت اللي كسبت الجولة من اول يوم، انت اللي اعتكفتي مع نفسك، وده كان الصح والمفروض ان كلنا كنا نعمله. لكن نعمل ايه بجبروت حماتي وسلفتي اللي فضلت تلعب في ودنها وخربت على بيوتنا وحرمتنا من جوازاتنا ومن عيالنا. قلت لهم خربت على بيتكم؟ خربت على بيتكم ازاي يعني؟ ايوه انت قاعده في شقتك مش حاسه باي حاجه. سلفتي دي اللي كانت بتقعد توسوس لحماتي وتقعد تقول كلام ما حصلش لينا، زي ابن خالتي كان مثلا ممكن يجي يعدي عليا ياخدني مثلا حد اهلي، طبعا طلعوا ان ابن خالتي على علاقه بيه وان انا بكلمه وان انا عايزه اتجوزه واطلق من جوزي والكلام ده، لحد ما قعدوا يشككوا جوزي فيا لحد ما وطلقني بفضيح. طبعا التانية قاعد تقول خربوا عليا وكل شويه يوسوسوا ليا، وجوزك شكله بيكلم واحده عليكي، وجوزك شكله هيجوز عليكي، لحد ما عملت مشاكل كبيره جدا مع جوزي وبسببها طلقت. هما السبب. عشان كده احنا جايين مش جايين نعزي، احنا جايين نشمت فيها وجايين نقول احنا خصمتها يوم القيامه. وقعدوا طبعا يحاسبينه على حماتي في وشها، وحماتي قعدت لهم اطلعوا بره، ماتت اللي كانت احسن منكم، ماتت اللي كانت تحت رجلي واللي كانت دايما بتسمع كلامي، راح رد عيالها وان شاء الله هتبقى في احسن مكانه عشان كانت دايما تحت رجلي وتحت طوعي. طبعا ساعتها قعدوا يقولوا لها اشبعي بيها يا حبيبتي، راحت. طبعا ساعتها قعدوا يتكلموا كتير ويتخانقوا ويشدوا مع بعض. رحت انا واخداهم على بره، قلت لهم ما ينفعش الكلام ده، انتوا ما عملتوش حساب العشره ولا العيش والملح، انتوا فضحتوا حماتي والناس كلها حرفيا في البلد بتعزي. ليه كده الفضايح دي؟ قعدوا يقول لك لا هو ده وقتها، هو ده ساعتها المفروض ان احنا نفضحها قدام الناس كلها عشان يعرفوها على حقيقتها ويعرفوا ان هي اللي خربت بيتنا هي وسلفتي. انتوا بتعرفيش احنا بنتعذب ازاي واحنا محرومين من عيالنا. قلت لها طب ما تقلقوش وان شاء الله بس اليومين العزا دول يعدوا وانا هتكلم مع جوزي وربنا يصلح الحال ونحاول ان احنا نصلح ما بينكم وبين جوازاتكم. قعدوا يقولوا يا ريت، لكن مش هنيجي نعيش في البيت ده. احنا لو عشنا في البيت ده تاني احنا مش حياتنا مش هتستمر، احنا لو نرجع في بيت بره. قلت لهم ان شاء الله ربنا يصلح الحال وربنا يسهل، بس خدوا بعضكم دلوقتي وروحوا بيوتكم. وطبعا حماتي كانت قاعده بتغلي في العزا من اللي حصل وماسكه ودان الناس وعماله تشتكي لهم من سلايفي دول وانهم عملوا وانهم سووا وان العيب فيهم مش فينا ولا انا ولا سلفتي الله يرحمها ولا الكلام ده خالص. الناس بقت قاعده تضرب كف على كف من اللي بيحصل، والناس ملهاش غير الكلام وقلنا وقالوا والحاجات دي يعني، خصوصا ان احنا في بلد ارياف. وطبعا الناس فضلت كام يوم يتكلموا في نفس الحوار واللي حصل واللي طرق. المهم كانت فضيحه كبيره جدا. وساعتها حماتي اجتمعت بولادها الصبيان اللي هم مطلقين سلايف وقالت لهم حسكوا عينكم ترجعوا واحده فيهم، ولو رجعت واحده فيهم لا انتوا ولادي ولا اعرفكم ولا تمشي ورايا لما اموت. طبعا ساعتها قالوا لها ازاي يا امي احنا عمرنا ما نعمل حاجه زي كده وخلاص اللي بينا انقطع ومش هنرجع تاني والكلام ده. وطبعا فضلوا منشفين دماغهم وجوزي يقعد يتكلم معاهم لكن ما كانش فيه فايده. جوزي قعد يقول لهم عشان خاطر ولادكم عشان ما يتحرموش من امهم، لكن ما كانش فيه فايدة. ووالدتهم كانت مأثرة عليهم بطريقة مش طبيعية، لحد ما في يوم بعديها بكام شهر كده حماتي تعبت تعب شديد جدا، وفي يوم وقعت في الحمام ونقلناها المستشفى. كان جالها جلطة، وطبعا ما كانتش بتتكلم خالص ولا بتعرف تتحرك، وطول الوقت عمالة تدمع ولكن جواها حاجة عايزة تقولها لكن مش عارفة تقول اللي جواها، ولكنها حاسة بالذنب من ناحية حاجة لكن مش عارفة تعبر. وطبعا ساعتها قعدت في الحوار ده يجي 2-3 لحد ما توفت. وسلايفي كانوا فرحانين جدا فيه، انا كنت زعلانه جدا من اللي حصل. طبعا جوزي ساعتها قال لي انت كان عندك حق في كل حاجه، وكل مره بحس ان فعلا كان عندك حق، ان الاعتكاف ده الحل الوحيد، ولو كنت اختلطت بيهم كان زماننا بيتنا مخروب زيهم، كان زماننا في مشاكل كبيره جدا. كنت قلت له طبعا مش كل بيوت العيله وحشه ومش كل بيوت العيله حلوه، لكن الاختلاط اغلبيه الوقت بيعمل مشاكل كبيره جدا. كل حاجه لما بتبقى بحدود بتبقى حلوه وجميله ومريحه في نفس الوقت. فانا حبيت اعمل اللي يريحني ويريح جوزي،
وطلعت النهارده احكي عشان تكون عبره وعظه لكل اللي بيسمعنا. سلفتي حبت ان هي تفوز بحماتي، وحبت ان هي تفوز في الجوله، وان هي تخرب بيوت سلايفها، وفازت وخربت فعلا بيوتهم، وقالت حاجات ليهم ما حصلتش لحد ما خربت بيوتهم. وقعدت هي وكسبت حماتها. هي فازت فعلا وكسبت حماتها فعلا، لكن فازت في الدنيا، اما في الاخره ما فازتش. ماتت على سوء خاتمه بسبب الكلام اللي هي كانت بتقوله، وان هي خربت بيوت ما كانش ليها اي ذنب بقى يخرج الغائط من فمها. فطبعا بيوت العيله هتبقى ناجحه جدا لو كل واحد قافل عليه بابه، وكل واحد في حياته الخاصه بيه ملوش علاقه باي حد غير في حدود، وحدود بما يرضي الله. يعني نتعامل مع بعض، ازيكم، عاملين ايه، اخباركم ايه، مثلا عندك حاجه حلوه ممكن تطلعيها، هي نفس النظام. لكن كل حاجه تتعاملوا مع بعض في حدود، لا تتدخلي في حياتها ولا تتدخل في حياتك، لا تعرف عنك حاجه ولا تعرفي عنها حاجه. لكن حته ان الحما تفرض من اول يوم ان مراتك تنزل وتخدم وتعمل، وان الاكل والشرب يكون هنا، هي مش متجوزه عشان تيجي تخدم وتعمل حاجات مش خاصه بيها، خاصه بحماتها، وميبقاش ليها حياتها الخاصه وبيتها وتاخد حريتها فيها. الكلام ده بيعمل مشاكل كبيره جدا يا جماعه، وطبعا بيخرب بيوت كتير جدا زي ما بنسمع. عشان كده في بنات كتير بيبقى عندها رهبه من بيوت العيله، مع ان يعني لو كل واحد في حاله وكل واحد قافل على نفسه بابه مش هيحصل اي مشاكل، وهنتعامل بما يرضي الله. النهارده طلعت احكي عشان تكون عبره وعظه لكل اللي بيسمعني. لو انتوا حابين تفوزوا في الدنيا هتخسروا الاخره، فياريت تفوزوا في الدنيا وفي الاخره، وبتتعاملوا بما يرضي الله عشان ربنا يحسن ختامنا.